أناقش المزيد الآن مع زميلي ينضم إلينا من الاستوديو الزميل محمد واضحة. أهلا بك محمد معنا في ألوان الشرق. ميسي إذن يغادر باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد موسمين لم يكونا ناجحين، يعني كما تم وصفه محمد. كيف ترى خبر إعلان مغادرة ميسي بداية رسميا لناديه الفرنسي؟ أول مساء الخير لك هدير وللسادة المشاهدين. أكيد أن رحيل ليونيل ميسي عن النادي الباريسي كان منتظر بالنظر إلى الكثير من المعطيات، ولكن كان هنالك خلال الساعات الماضية خلينا نقول نوع من التضارب في المعلومات عندما أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان كريستوف غالتي أنه ميسي سيودع النادي الباريسي، ثم عاد النادي بعد ذلك لينفي، واليوم يؤكد رحيل ليونيل ميسي رغم أنه ميسي يمتلك في عقده سنة إضافية، لكن هو عنده خيار التفعيل هذا البند من طرف واحد وهو اللاعب. ولكن في نهاية المطاف الرحلة وصلت إلى نهايتها بين اللاعب وبين النادي الباريسي. خلينا نقول لم تكن موفقة إلى حد بعيد. الجميع كان ينتظر قدوم ميسي إلى باريس سان جيرمان، وكان الأمل الأكبر هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يحقق في آخر موسمين. الآن الكثيرون يعتقدون أن ميسي ربما غادر السبب الرئيسي هو غياب الألقاب القارية مع نادي باريس سان جيرمان، ولكن السبب الآخر هذه ربما يكون العلاقة المتوترة جدا بين مشجعي نادي باريس سان جيرمان وبين ليونيل ميسي. والأمر لا يتعلق فقط بميسي، لأنه العلاقة متوترة أيضا مع لاعبين آخرين من بينهم البرازيلي نيمار. إذن نقطة النهاية في علاقة ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، والتساؤل الأكبر إلى أين ستكون وجهة النجم الأرجنتيني هل توصف مستقبلا؟ بأنها كانت تجربة فاشلة محمد مقارنة بناديه السابق برشلونة؟ هل هكذا توصف؟ صحيح، هذه دائما المقارنات بين فترة ميسي مع برشلونة وفترة باريس سان جيرمان، المدة تقريبا لا يمكن أن نتحدث عن المدة بين الفريقين، لأنه 17 سنة في برشلونة مقابل موسمين فقط في نادي باريس سان جيرمان. مع النادي البرشلوني حقق ميسي كل شيء يمكن تحقيقه في عالم كرة القدم، ولكن مع النادي الباريسي حقق فقط لقبين للدوري، آخرهما هذا الموسم الحالي، وأيضا درع الأبطال في فرنسا. ولكن ميسي مع باريس سان جيرمان حقق اللقب الأهم في مسيرته مثل ما وصفه هو التتويج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، أي أنه توج باللقب الأغلى على قلبه وهو بقميص نادي باريس سان جيرمان. بالنسبة للمقارنة أكيد أنه هذه القدوم ميسي إلى باريس سان جيرمان كان الغرض الأول منه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، وللعلم فقط أنه هنالك فقط نادي فرنسي واحد فقط توج بدوري أبطال أوروبا، هو نادي أولمبيك مارسيليا في بداية التسعينات من القرن الماضي. نادي باريس سان جيرمان كان يأمل في أنه ميسي نيمار وأيضا مبابي يقودون الفريق لهذا اللقب القاري الغالي، ولكن هذا لم يحدث. هنالك الكثير من التكهنات محمد بخصوص مستقبل ميسي، من سيخطف توقيع ميسي، ما هي العروض التي تلقاها ميسي الأقرب أيضا برأيك لالتقاطه؟ صحيح هديل، أكيد أن العروض لا تنقص ليونيل ميسي، ولكن هنا نتحدث عن تقريبا عرض من نادي برشلونة. اليوم مدرب تشافي أكد في تصريحات صحفي أنه تحدث مع ليونيل ميسي وأنه متفائل بعودته إلى نادي برشلونة. أيضا هنالك حديث عن رغبة نادي انتر ميامي الأمريكي في ضمه، النادي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، ولكن الصحف الكتالونية تتحدث على أنه ليونيل ميسي قريب جدا من التوقيع في نادي الهلال السعودي. وأكدت نفس المصادر أنه الإعلان عن هذه الصفقة قد يكون يوم الثلاثاء المقبل، وما يجعل الترقب كبير جدا بخصوص مستقبل ليونيل ميسي، مثل ما فعل كريستيانو رونالدو وانتقل الى النصر. وربما قد نجد ميسي يلعب في نادي الهلال السعودي. كل الاحتمالات تبقى مفتوحه هديل على مصراعيها، ولكن القرار النهائي ربما سيتخذه ميسي بعد ان اعلن عن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان. القرار المرتقب هو الاعلان عن وجهته الجديده، ولو انه العرض السعودي يعني يوصف بأنه الأضخم بالنسبة ليونيل ميسي. وأيضا خلينا نقول أنه ميسي سيأخذ كل وقته من أجل الإعلان عن قراره النهائي، إما العودة إلى نادي برشلونة أو الذهاب إلى الدوري السعودي. ما السر محمد، ما السر ميسي ورغم وصوله لسن 36 برأيي هو سن صغير، إلا أنه ما زال يحظى بعروض كثيرة وكثير من الأندية أيضا تخطب ود ميسي، ما السر في ذلك؟ هذه ميسي علامة فارقة في عالم كرة القدم. عندما تتحدثين عن موزارت ودافنشي في مواضيع أخرى، تتحدثين عن ميسي في عالم كرة القدم. مرحلة ما قبل ميسي في كرة القدم هي مرحلة لن تشبه ما بعدها أبدا، لأنه ليونيل هو علامة فارقة في الكرة، لأنه توج بالكثير من الألقاب، كل الألقاب الممكنة توج بها ميسي. وأيضا ميسي ما زال قادرا على العطاء، هو اللاعب تقريبا الوحيد في العالم هذه الذي بإمكانه أن يحسم مباراة بمفرده، لا أقول أنه يحسمها دون وجود زملاء، ولكن قادر على صنع الفارق سواء بركلة حرة سواء بمجهود فردي، وما زال قادر أيضا من الناحية البدنية على أن يواصل اللعب على أعلى مستوى. وأكيد أنه الجميع شاهد قبل أشهر فقط، شاهدنا ماذا فعل ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في نهاية كأس العالم ليقود منتخب الطنغو لثالث ألقابه العالمية. ولذلك
اليوم ميسي ربما هنالك من يتحدث عنه قد يرغب في البقاء في اوروبا من اجل لاعب دوري ابطال اوروبا وكسر رقم كريستيانو رونالدو، هنالك من يقول ربما انه سيفضل خوض تجربه جديده في الدوري السعودي، هنالك من يتحدث عن الذهاب الى دوري MLS الامريكي. ولكن كما قلت لك دائما ميسي، المعروف عن ميسي انه دائره القرار بالنسبه لليو هي تاخذ على نطاق عائلي، لانه والده هو وكيل اعماله، ولذلك تقريبا خلينا نقول سنترقب السويعات المقبله لنعرف الى اين سيتجه ميسي. وكما قلنا دائما هذه الميسي على مفارق في عالم كرة القدم. اليوم محمد كان هنالك الكثير أيضا من مغادرة لاعبين لأنديتهم كهازارد في ريال مدريد. هل نشهد تغير برأيك في خارطة اللاعبين على مستوى القارة الأوروبية تحديدا الأيام المقبلة؟ صحيح، هذه ربما قد نصف هذه الساعات بساعات الوداع. امس كان سيرخيو راموس قد اعلن، المدافع الاسباني قد اعلن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان. اليوم ميسي يرحل عن نادي باريس سان جيرمان. ايضا ايدن هازارد يغادر رسميا نادي ريال مدريد بعد اتفاق على فسخ العقد بالتراضي، رغم انه ما زال هنالك موسم في عقده ينتهي العام الماضي. ماركو اسينسيو يغادر نادي ريال مدريد بعد 7 سنوات كامله. ماريانو دياز ايضا يغادر نادي ريال مدريد. ايضا الحديث عن عدم خلينا نقول عدم اتضاح صوره كيف سيكون عليه مستقبل غوندوغان مع نادي مانشستر سيتي. هنالك ايضا صفقات كبيره منتظره، جود بيلينغهام مع نادي بوروسيا دورتموند، وانتقال المرتقب الى نادي ريال مدريد. كل هذه هي الصفقات، هذه هي خلينا نقول أنه سيكون هنالك تغيير في خارطة كرة القدم الأوروبية من حيث انتقالات اللاعبين. وأيضا قد يكون هذا الميركاتو المقبل دليل آخر على أن كرة القدم خرجت نهائيا من المخالفات السلبية لفيروس كورونا وما عانته الأندية من أزمات مالية. قد نشهد صفقات كبيرة وضخمة. أيضا هنالك حديث على أنه كان هنالك حديث في السابق على أن إمكانية عودة عرض ريال مدريد إلى كيليان امبابي، ولكن اللاعب قطع الشك باليقين وأكد أنه مستمر مع نادي باريس سان جيرمان. إذن سنكون أيضا على موعد مع سوق انتقالات ناري هدير. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الاستوديو الزميل محمد واضحة المتخصص في الشؤون الرياضية في الشرق. شكرا جزيلا لك.